بسيطة هذه. أنت جيت في هذه مكتبتي يمي هني، هذا كلام ما قاله ناصر دويلة، هذا كلام قاله صابر سويدان، قاله ظافر العجمي، قاله الهاشل، كل الناس اللي كتبوا في تاريخ الحرب كتبوا الكلام هذا. بس الناس ما تقرأ، والناس تركض وراء النعاق النغاق. واحد قال ناصر دويلة يقول كيت وكيت، رحت وشفت شلون يقول 50 طائرة. صبر دقيقة واحدة، وقف يا وقف يا، أنا بروح أجيب لكم هذا، أجيب لكم الكتاب وأقرأ لكم معي أجيب لكم. ها شوف، خليك على هذا، شوف خليك على هذا. الناس ما تقرأ، وفي نفس الوقت لو قلت لها الحادثة الصحيحة ما تقبلها، تبي تركض على الكذابين، يحبون الكذابين. هذا كتاب تاريخ الجيش الكويتي، ألف اللواء الركن صابر سويدان، طيار قائد سلاح الطيران الكويتي، والدكتور ظافر العجمي وهو عقيد ركن. نجي حق يوم 2/8، خسائر العدو. هذا ملاحم يوم الفداء الكويتي، إعداد العقيد الركن الدكتور محمد عبد اللطيف الهاشم، زين، مطبوع سنة إن شاء الله يكون بين 91، مطبوع سنة 91، يعني صار الحين ربع قرن. ها مو أنا مألفه جديد. خسائر العدو حوالي 50 طائرة مقاتلة وقاذفة ومقاتلة وطائرات هليكوبتر محملة بالجنود. هذه فيما يتعلق آليات مختلفة بما يعادل كتيبة، زائد أعداد غير محددة محصورة من الأسلحة والمعدات. خسائر العدو، سجلها هنا وعمال ديك، شوف خسائر العدو حوالي 50 طائرة مقاتلة. هذا الكلام مذكور قبل ربع قرن، مو ألفته أنا. وكل الناس اللي كتبوا هذا الطبعة، هذه الطبعة القديمة، الطبعة الموجودة الجديدة موجود فيها خسائر العدو، زين. هذا الطبعة القديمة صار لها ربع قرن. فناصر دويلة ما جاب شيء من عنده. ناصر دويلة نقل لكم شرف، بس ما تبون الشرف، تبون الكذب. شو يحكي هذا؟ واحد لما اقول لكم انتم خوش رياجيل تقولون لا ما احنا خوش رياجيل، لما اقول ربعكم وعيالكم قاتلوا تقول لا ما قاتلوا عيالنا. ليه جبتوا العلم هذا؟ هذه الانهزامية اللي فيكم، هذه الانهزامية اللي سادت في المعارضة وبثتها في الناس. ما يجوز الحكي هذا، ما يجوز الامر هذا كله. للاسف الشديد مو هو، حتى الحكومة تقول مو مصدقة.